كنت باكلم صاحبتي شيماء وكلكم عارفينها مطبخ شيماء أيمن يا جماعة، شموا صاحبتي حبيبتي ربنا يمسّيها بالخير يا رب. كنت باكلمها وباقول لها عايزة أجيب خزين السَنة، السمنة البلدي، عايزة أجيب عشان رمضان أجيب سمنة بلدي جاموسي وسمنة بلدي بقري. قالت لي: "بُصّي يا سارة، أنا جرّبت منتجات العزبة في البحيرة دي". عزبة يا جماعة في البحيرة عبارة عن أقسام بقى مخبوزات وجبن وسمنة بلدي، بقري وجاموسي، كل حاجة. هي عزبة كبيرة متقسّمة بقى لمزرعة ألبان، متقسّمة لقسم مخبوزات، متقسّمة لقسم جبن. فقالت لي: "يا سارة، أنا جِبت منهم الزبدة قسمًا بالله من زمان ما شمِّتش السمنة بتاعة زمان الأصلي أو الطعم البلدي الأصلي اللي إحنا اتربّينا عليه". طبعًا أنا كلام شيماء بالنسبة لي ثقة، فقُلت لها: "طَب ادّيني الlink بتاعهم". دخلت يا جماعة على link العزبة، طلبت 15 كيلو سمنة بلدي، جِبت 10 جاموسي وجِبت 5 بقري. بافتح السمنة وبادوقها، ما شاء الله. عارفين أنتم القشطة بتاعة زمان، عارفين أنتم السمنة اللي اتربينا عليها، ما شاء الله حاجة كده تحفة التحفة. آكل الزبدة من هنا بتدوب في بُقّي ومسكّرة، ما فيهاش بقى زناخة ولا مرارة ولا كنت باجيب زبدة كده ما لهاش طعم، لأ دي مسكّرة طعم السمنة بتاعة زمان والقشطة. يعني أنا دُقت البقري والجاموسي ما شاء الله. وعلى فكرة ما كانوش يعرفوا إن أنا مطبخ سارة أحمد، فأنا طلبت الorder كده عشوائي وقُلت إيه هم ونصيبهم، لو الحاجة طلعت وحشة هاصورها، طلعت حلوة هاصورها. وطلبت منهم كيلو قرص فلاحي. عايزة أقول لكم يعني أنا عيالي بيحبوا المخبوزات الفلاحي جدًا، حاجة كده تحفة. يعني هي العيب الوحيد إن إحنا هنتخن، بس حاجة كده بريحة وطعم بتاع زمان يا جماعة. القرص بتاعة زمان، المخبوزات ليها طعم وريحة كده، فعلًا معمولة بسمنة بلدي صافي. طلبت بقى شوية بيتي فور وشوية كحك وشوية غريبة كده بُصّي وشوية قراقيش. دي بقى في حتة تانية. أنا قُلت جِبت كميات قليلة، قُلت أجرّب. عايزة أقول لكم إن أنا طلبت مرتين كمان غير المرّة دي، وما يعرفوش لحد الآن إن أنا صوّرت الفيديو. بُصّوا، هنا أنا باورّيكم الكحك، بُصّوا تحفة بيدوب في البُق يا بنات، كحك قسمًا بالله بالسمنة البلدي الصافي والقراقيش. البيتي فور بقى حكاية، جابوا لي البيتي فور متقسّم سادة، بُصّوا حجمه صغنّن كده وجميل، والغريبة حجمها حلو أوي ما شاء الله. بُصّوا الحاجة بتدوب في البُق. بُصّوا شايفين السمنة سايحة في العلبة إزاي، سمنة بلدي يا جماعة مش داخله أي سمنة صناعي، بجد الحاجة طعمها فوق الروعة. وجِبت برضه نُص كيلو قشطة بلدي، دي قشطة بلدي جاموسي. بُصّوا حتى كل حاجة حاطين عليها اللوجو بتاع العزبة. عايزة أقول لكم على حاجة، في كذا حد عامل صفحة باسم العزبة بينتحلوا شخصية العزبة دي، وبتبقى حاجاتهم مش تمام، بس بصراحة الناس دي مضمونة جدًا وحاجتهم بلدي البلدي. لو عايزة تجربي في كمية صغيرة جربي على ضمانتي، يعني حاجتهم فعلًا مخبوزات، جبن، سمنة بلدي، كل حاجة بتتعمل يا جماعة طبيعية ما فيهاش أي تدخُّل، حاجات بقى مهدرجة والكلام ده كله. ده بقى جبت كيلو جبنة قريش، عايزة أقول لكم طعمها بالقشطة يا جماعة، أول مرة آكل جبنة قريش فيها القشطة الجاموسي. ودي جبنة بخيرها، بصوا كده جبنة بيضة، ولا تقولي لي بقى فيتا ولا أي جبنة. ممكن دي الجبنة البيضة اللي بخيرها ما فيهاش أي زيت نخيل خالص، معمولة بلبن حليب صافي جاموسي وبقري. بصوا كده حاجة كده جميلة. الجبن عندهم بصراحة كل حاجة بجد. يعني أنا لو هاجيب تاني، يعني أنا جِبت مرّتين، بس هاجيب من عندهم يعني كمخبوزات وسمنة وكل حاجة لأ. والأسعار يا جماعة والله العظيم حاجات نضيفة وأسعارها لا تُذكر. بُصّوا كده، دي جبنة فيتا، بُصّوا دي جبنة بخيرها ودي جبنة قريش، واللي أنا ماسكاها دي جبنة فيتا. أنا جِبت ال3 أنواع. وعندهم كمان جبنة موتزاريلا هاورّيها لكم، أنا طلبتها، البشر بتاعها كبير جدًا وعالي. بُصّوا شايفين نضافة الحاجة، الحاجة تحفة. عايزة أقول لكم بقى بيعملوا شوية طحينة هناك، الطحينة اللي عندهم ليها طعم غير أي طحينة غير اللي أنتِ بتجيبيها خالص. بُصّوا دي جبنة الموتزاريلا باحاول أفتحها لكم، عايزة أقول لكم عجبني فيها إن هي بشرها عالي جدًا. بُصّوا ما شاء الله، أنا باحاول أفتحها، العلب جاية مقفولة متبسترة، الحاجة جاية لِك نضيفة جدًا. شايفين البشرة طولها قد إيه بتاعة الجبنة الموتزاريلا، ما شاء الله تحفة. وعايزة أقول لكم كمان أنا معجبة بالطحينة أوي، يعني بصراحة. والعسل يا جماعة الأسود لمّا كلت بيه الفطير يا ربي! حاجة تانية خالص، حاجة تانية خالص. وعندهم كمان زيت زيتون معصور على البارد طعمه حلو. أنا جربت إزازة صغيرة ولمّا لقيته عجبني، أنا كنت طالبة كمية قليلة، لمّا لقيت الحاجة حلوة بصراحة كنت خايفة،
طلبت مرتين كمان، وطلبت لاخواتي وطلبت لماما. بصوا ده العسل الاسود، وجبت عسل ابيض. الحاجه هناك يا جماعه بيور جدا، وما شاء الله معموله بلبن صافي، لان المزرعه بتاعتهم، وان شاء الله هروح لكم البحيره اصور المزرعه والالبان وكل حاجه هناك. دي الحاجات اللي انا جبتها. عايزه اقول لكم الفطير المشلتت هناك حاجه. بصوا انا حاطه ايدي على وشي خايفه من التخن. طب انت حطيتي ايدك، ريحتها يا جماعه سمنه بلدي، انا خايفه اتخن. انا بصوا عايزه الطم، وبصوا انا بمنع، يا رب احميني من نفسي يا رب. خايفه افتح الفطيره ريحتها سمنه، وبصوا هتجنني. بصوا قلت والله لا افتحها واكل. ما قدرتش اقاوم، ما قدرتش اقاومها. قمت بقى والله لا. بصوا الفطير بقى بيدوب في البق، الفطير بالسمنه، ولا بقى تقولي لي فيها زناخه ولا اي حاجه، لا الفطير فعلا بتقطعيها ما بتخشش معدتك، ده بتخش قلبك على طول. الحاجه يا جماعه معموله فعلا بسمنه بلدي صافي، البيتي فور، الغريبه، الكحك. بصوا بقى شكل الفطير البلدي، انا ريحتها ما كنتش قادره اقاومها بجد. وكنت بصوا هو غلط عليا ان انا اكل الحاجات دي وانا لسه عامله عمليه، يعني انا بقالي شهر ونص عامله عمليه. بصوا الفطيره شكلها عامل ازاي، تاخدي بقى حته كده وتحطي في بقك وتاكلي. بصوا يعني مش عارفه، يعني انا مش عارفه اقول ايه يا جماعه، الفطير هو بيتكلم عن نفسه. عايزه اقول لكم ريحه السمنه البلدي، انا حتى جوزي لما دخل بيقول لي ايه ايه الريحه دي، إيه في ريحه حلوه. فقلت له انا جايبه لكم فطير ومخبوزات. فهو بيقول لي انت اللي عاملاها في البيت؟ قلت له لا، انا مشترياها جاهزه. من طعم ما الحاجه باينه ان هي بيتي، واكنها بايد ست البيت، ومعموله بسمنه نظيفه. الحاجه كانت ريحتها حلوه قوي. ما شاء الله يا جماعه جربوا منتجات العزبه. هسيب لكم اللينك الخاص بيهم ورقم التليفون الخاص بيهم، لان في كذا صفحه انتحلت شخصيتهم. ما شاء الله ناس مسمعه جدا وسمعتهم فعلا، ويستاهلوا احسن ريفيو.